استقبل رئيس الجمهورية ظهر هذا اليوم بقصر قرطاج كلا من السيدين الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير المركزي للإنتاج بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وتناول هذا اللقاء الإجراءات التي أذن رئيس الدولة باتخاذها لجدولة الديون المتخلدة بذمة عدد من منخرطي الشركتين، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو من المؤسسات الصغرى على وجه الخصوص التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم الديون. وهذا الوضع لا تستفيد منه لا الشركتان المذكورتان ولا من تم قطع الماء أو الكهرباء عنهم. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتمتيع المجامع المائية من جدولة ديونها حتى لا يتكرر ما حصل في السنوات السابقة، كما أوصى بضرورة الإسراع بوضع خطط لتجديد شبكة المياه الصالحة للشراب. وأكد رئيس الدولة على ضرورة إعلام المواطنين قبل قطع الماء في صورة القيام بأشغال صيانة أو إصلاح حتى يتخذ المواطنون احتياطاتهم، هذا إلى جانب أن الدولة محمول عليها بنص الدستور توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة.